انتصار الترجي البارح ضد الاهلي المصري في القاهره بالذات 3-2 فيه تابع خاص على خاطر الترجي حقق ارقام قياسيه جديده بعد انتصار البارح. الترجي اول مره يربح الاهلي المصري في القاهره، وهو الفريق الوحيد في تونس اللي ربح الزمالك والاهلي المصري في القاهره بالذات. الترجي اول مره يربح الاهلي المصري في مسابقه افريقيه ذهاب واياب. بالمناسبه هذه حبيت نقول ان الاهلي المصري اول مره في تاريخه الكل من اللي بات الكره في مصر يخسر ذهاب واياب في مسابقه افريقيه على يد شكون؟ على يد الترجي. والترجي الذي التونسي هو اكثر فريق ازاح الاهلي المصري من اي مسابقه افريقيه 5 مرات. الترجي بعد انتصار البارح يعزز رقمه القياسي في افريقيا باكثر انتصارات خارج الديار، خارج تونس كان 56 ولا 57 انتصار خارج تونس في افريقيا. بعد هذا الكل حبيت نقول ان انتصار الترجي البارح في القاهره هو انتصار الكره التونسيه، خاطر عندنا برشا ما شفناش الكره التونسيه تنجح في افريقيا. بعد غياب الترجي سنوات على البوديوم الافريقي مرينا حتى فريق اخر تونسي نجح باش يوصل اي نهائي قاري ابار الترجي 2024. هذاك علاش البارح انتصار مهم برشا للكره التونسيه، خاصه بعد تدهور المستوى الكره التونسيه وبعد نتائج المنتخب التونسي في كاس افريقيا.